حبايب قلبي وحشتوني كتير. فيلمنا النهارده حلو جدا عن افاتار، بيتكلم عن افاتار. هنا افاتار اهو، هو والقبيله بتاعته. ده الجزء التاني. هنا كان خلف طفل، كان معاه 5 اهم، بس كان في طفلين هو متبنيهم. كان واحد منهم اسمه سبايدر، كان بشري. وهنا هنا القائد اهو اللي مات في الجزء الاول. هنا كان بيحاربهم طبعا. هنا كنا بنسترجع الفيلم في الجزء الاول. هنا كان جاك مع القبيله بتاعته. هنا كان بيلعب مع عياله ال5. وهنا كان قاعد مع مراته. هنا كان بيبتدي يعلم عياله طبعا يرموا السهام ازاي ويصطادوا السمك. هنا كان فيهم قاعد هو ومراته، لقى سفينة فضائية جاية بسرعة جدا جدا. هبطت، حرقت أشجار كتيرة جدا أهو. وهنا نازل منها آلات تبع البشر على شكل أفاتار برضو. هنا ابتدوا يجروا. هنا مراته كانت عمالة بتعيط جدا وزعلانة. هنا كان العقيد قام لقى نفسه أفاتار، كانش يعرف ايه اللي حصل. هنا اتعصب عليهم جدا وقعد يكسر في المعدات. هنا قعدوا يهدوه يقولوا ايه ده، هنوريك فيديو اهو. هنا بيشوف لنفسه فيديو ان هو قبل ما يموت اهو. كان بيقوله ان انا نقلت جسم الافاتار عشان افضل عايش، عشان نستولى على كوكب بندورة. مهم. بس لازم نخلص من جاك. هنا طبعا فرح جدا ان هو لسه عايش. وهنا قعد يقول لهم خلاص ماشي تمام انا معاكم. هنا قال بس لازم قبل اي حاجه لازم نخلص من جاك، لان هو كان معانا. مين معايا؟ وهنا رفعوا ايديهم. هنا ابتدى جاك كان بيحارب قبيله تانية. مهم. هنا اهو. هنا جت دخلت عليهم سفينه تبع البشر، قعدوا يجروا. هنا ابنه وقع، راح هنا خدوا جري بسرعه. هنا قعد يزعق له، يقول له انت عملت كده ليه؟ انت المفروض تبقى بعيد، المفروض ما تبقاش في المكان ده، ليه ما جريتش؟ بنشوف طبعا قائد الاعلى ليهم للجيوش اللي هو جيش نون. هنا كانت عماله بتتكلم معاهم. هنا كانت عماله بتقول لهم احنا عايزين نستولى، احنا ولعنا في الحته دي وعايزين نولع في بقيه كوكب بندوره. مهم. لان طبعا كانوا متغاظين جدا من جاك لان هو ما بقاش معاهم وبقى عليهم. هنا كان بتوري لهم الاماكن اللي هم ممكن يلاقي جاك. هنا القائد كان بيشوف. هنا نزلوا بالطيارات. هنا ابنه اتصل بباباه وقال له في افاتار ماسكين اسلحه. قال له لا دول مش تبعنا اهو. قال له طب امشوا من مكانكم. حاضر. هنا كان معاهم هنا جاك كانوا رايحين بسرعه، وهنا كانوا بيجروا طبعا اهو. هنا مسكوا. هنا القائد طبعا استغرب لان في واحد بشري ازاي عايش هناك، فعرف طبعا ان هو ابنه اهو. هنا كان بيقول في سر ان هو ده ابني، هاتوا معانا يلا. وهنا السفينه كانت رايحه عشان تاخدهم. هنا قعدوا يتكلموا يلا الجيش اتحركوا بسرعه. هنا كانت جت حبيبته وجاك قعدوا طبعا يحاربوا، قعدوا يموتوا شويه حلوين. هنا الافاتار طلعوا. هنا البنت طبعا انهارت جدا، ابنها انا عايزه ابني. هنا كانوا بيعذبوا سبايدر عشان خاطر يقول على مكان جاك. هو قال لا مش هقول اهو، انا مش عارف مكانه فين، انا مش عارف مكانه فين. هنا القائد هيجي، راح طفى ودخل معاه في اوضه لوحدهم. قعد يقول له انا ابوك الحقيقي. قال له فين مكان جاك؟ راح قال له مش هقول لك. هنا ابتدى يهدده طبعا، يضغط عليه ويهدده، يقول له هحرق الغابه كلها. هنا الولد استغرب طبعا من تهديده ليه. هنا ابتدى قال له خلاص ماشي. هنا جاك كان واقف بيتكلم مع مراته حبيبته. بيقول لها ما تلاقيش، بس احنا لازم نتنازل، لازم نمشي من هنا. هنا اتنازل عن الزعامة بتاعته واداها لصاحبه ومشي طبعا. خد عيلته ومشي وراح لقبيلة تانية، قبيلة اسمها الماء. ده الزعيم بتاعها. راح قال له انا جاي عشان اقعد معاكم، انا مش جاي لحاجة تانية. هنا قعد يتكلم معايا. هنا الاولاد قعدوا يلعبوا في المية. هنا جاك اتعرف على البنت. هنا ابتدى يحاول يتعلم يجرب الكائنات المائية، بيقع طبعا. هنا البنت كانت قاعدة تحت في المية، كانت مبسوطة جدا. هنا الولد كان بيضايقها،
ابن عمها كان مضايقها. هنا ابن جاك جه وضربه، وطبعا راح جاك راح زعق له، قال له احنا قاعدين عندهم، ليه انت بتعمل كده؟ مالكش دعوه بحد هنا. راح هنا مشي. بعدين راح للولد تاني اللي هو ابن عم البت، وقال له خلاص ماشي يلا. بس طبعا هو هنا كان الولد ما كانش مسامحه، كان شكله عامل له فخ. قال لهم يلا ننزل تحت الميه هنلعب. قال له ماشي. راح طبعا هنا راح ودوه عند الوحش. طبعا هو الولد ما كانش يعرف ان في وحش اهو. راح هاجمه طبعا وراح جري. ابن جاك طبعا قعد يجري. بعدين جه كائن اسمه الدولكن، هنا فقد الوعي. راح هنا الدولكن طلعه وشاله. هنا استغرب جدا ان هو ساعده، لقى سهم بعد كده مرمي عليه، راح قرر ان هو يشيله وبقوا اصدقاء. هنا راح راجل من القبيلة جه وقعد يزعل ابن عمه ويعاقبه اهو، يزعله ده ضيوف عندنا. بعد كده هنا الولد استغرب، راح قال هو ملهوش ذنب، انا اللي قلت له. هنا الراجل اقتنع بكلامه. الولد استغرب، قال له انت عملت كده ليه؟ راح قال له مش مهم، احنا عايزين نبقى اصحاب. هم هنا اتصاحبوا مع بعض. هنا كان بيحكي لهم، كان مع شويه صحابه عمال يحكي لهم ان هو اتقابل مع الدولفين ازاي. هنا ازاي تتقابل مع الكائن ده ومش عارف ايه. هنا طبعا العيال ما كانتش مصدقه خالص اهو، بدات تتريق عليه طبعا. قالت له لا انت طبعا مش حقيقي. راح هنا مشي وسابهم راح عشان يتاكد ان هو فعلا شافه ولا لا. هنا ابتدى اهو قاعد بيلعب معاه. هنا القائد، رجعنا للقائد طبعا كان معاهم سبايدر. راحوا طبعا عند قبيلة ماء. ونزلوا بقى على قبيلة ماء طبعا، موتوها وموتوا الحيوانات بتاعتهم. كده عشان فين جاك؟ قالوا ما نعرفش، ما شفناهوش. هنا قالوا له احنا ما نعرفش حاجة عنه اهو. قال له انت بتعمل كده ليه؟ هنا قعدوا يحرقهم طبعا، عمل لهم إبادة طبعا لبيوتهم والحيوانات بتاعتهم. وفي الآخر خد برضه سبايدر ومشي. هنا مجموعة تانية كانت بتصطاد الدولفين عشان خاطر في مادة بتخلي البني آدم يعيش فترة أطول أهو. كانوا بيعملوا عليها تجارب. قالوا لازم نصطاد عدد كبير جدا من الدولفين، لأن دي حاجة بالنسبة لنا كويسة جدا أهو. هنا ابتدوا يشوفوا. هنا قبيلة ماء لقيت الحيوانات كلها ماتت، وجاك كان معاهم وقال له انت السبب للي احنا فيه وبيوتنا. طبعا جاك ما عرفش يقول ايه. هنا اهو قال له خلاص انا همشي. بعد كده راح قال له لا. جاك كان عمال بيتكلم معاهم. هنا قال له خلاص احنا هنبقى معاك ضد البشر. هنا جت السفن بقى طبعا تاني عشان خاطر تبتدي تحاربهم، وهنا عشان دول يصطادوا الدولكن. هنا راحوا صعدوا الدولكن لان كان صديقه جدا. هم العيال كانوا هنا كلم باباه وقال له حصل علينا هجوم. قال لهم اجروا بسرعه. هنا ابتدى جاك يحضر معداته ورايح عشان خاطر ينقذ ابنه. هنا شافوا ابنه ومع الدولفين، فراح حد عملوا له آلة مائية عشان خاطر يصطادوا الدولفين اهو. هنا كانوا بيجروا، كانوا عمالين يضربوا عليهم نار. هنا العيال كانت مستخبية اهو. هنا طبعا الآلة كانت عمالة بتحاول تمسكهم، رمت لهم شبكة. راحوا طبعا اصطادت العيال وابن جاك، خدوهم على سفينة. وهنا جاك كان جه طبعا عشان خاطر يشوف. هنا واقف طبعا لان ما عرفش يعمل ايه. هنا كان القائد كان بيقول له سلم نفسك. بعدين هنا صديقه الدولفين راح هجم على السفينه. طبعا الحمد لله خلصنا منهم، بس لسه طبعا هنا جاك استغل الفرصه اهو. هنا ابتدوا يحاربوا مع بعضيهم ويفوق العيال فكت بعضيها اهي. قعدوا يموتوا طبعا عدد كبير جدا منهم. وهنا جاك سبايدر نزل الميه هرب. هنا موتوا ابنه طبعا واك، ابن جاك طبعا موتوه. هنا قعدوا يعيطوا طبعا عليه وزعلانين جدا جدا عليه، بس هم قرروا طبعا ان هم ينتقموا. جاك بيكمل برضو انتقامه عشان خالص يخلص من العقيد خالص اهو. هنا مسك ابنه التاني
راحت هنا الست برضه جت، راحت ماسكة ابنه سبايدر، قالت له سيب، راحوا هما الاتنين سابوا قعدوا يتخانقوا مع بعض اهم، راح جاك خنقه وراح وقعه في المية. هنا سبايدر طبعا عشان هو ابوه راح ساعده، وقال له انت بتعمل كده ليه؟ انا مش عايز ابقى تبعك، انا تبع جاك. هنا راح لجاك وقعد يتأسف له وقال له خلاص ماشي.